بونجور، يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهاردة في الفيديو ده هنرسم ديجيتال على بروكرييت. كنت مصورة انترو للفيديو ده بس قعدت ادور عليها كتير ومش لاقياها، مش عارفة انا قعدت اتكلم وخلاص من غير ما اصور ولا ايه اللي حصل، ولا عملت ديليت للفيديو، مش عارفة. المهم يعني انا كنت بقولكم في الفيديو ده ان انا هفوق شوية بعد ما نزلت الولاد المدرسة وكنت خلصت اللانش بوكس والحاجات دي كلها، وكنا هنبدأ مع بعض اليوم، فتعالوا بينا نبدأ اليوم سوا. صحصحت وغيرت هدومي وهنروق المطبخ لان انا ملحقتش اروقه بعد معركة الصبح بتاعت اللانش بوكس، فهنروقه سوا وبعد كده ممكن اكل واشتغل او اشتغل واكل، مش عارفة لسه هعمل ايه. خلصت ترويق المطبخ وكده وكنت هفطر، بعدين افتكرت ان النهاردة هيبقى تاني يوم لطباعة ديزاينز كنت عاملاها لرمضان لبراند، فممكن يكلموني في اي وقت ما اقدرش اخلص اللي بعمله واركز معاهم علشان الطباعة والالوان وتظبيطات الحاجة. فقلت لا خلاص بقى مش هضيع وقت تاني واعمل فطار. فطلبت فطار من بره، لعل وعسى الحق اعمل اي حاجه. انا حابه ان انا اشتغل حاجه ليا انا النهارده، ارسم حاجه بتاعتي انا، لاني حاسه بقالي كتير ما رسمتش حاجه بتاعتي، ما بعملش حاجه ليا انا. الرسمه دي كنت صورتها من متحف الفن الاسلامي، ودي كانت من الرسومات اللي محطوطة على أدوات التجميل بتاع أو التزيين بتاعة الستات، البارفانات والحاجات دي. دي تقريبا كانت حاجة يعني فيها عطر أو حاجة زي كده، وكانت بقى مزخرفة ومزينة بالرسومات دي، فشكلها عجبني قوي بصراحة. البنت شكلها لذيذ، وبرضو من ناحية الحاجات بتاعة المعازف والحاجات دي، فكان شكلها لذيذ. الرسمة شكلها حلو والستايل بتاعها عجبني قوي، قلت لا بقى ارسمها كده اشوف ممكن اوصل معاها لفين. دلوقتي بقى رسمي اكتر، ما بقتش يعني زمان كنت عشان ارسم الوش اعمل دايرة واشوف فين السنتر بوينت بتاع الدايرة واكمل، ولكن دلوقتي بقيت امشي على الكونتور بتاع الوش نفسه والكونتور بتاع الجسم والنسبة بتاعت الوش بالنسبة للجسم وهكذا. يمكن دي مش بتضمن قوي ان انا ابقى جايبة الشبه بالظبط، ولكن بقيت احس ان دي بتبقى ألطف كتير وانا برسم. يعني بحس ان انا مش عارفة ارسم اكتر، ولكن قادرة ابقى شايفة المجمل بتاع الرسم عامل ازاي. انا مسحت العود حسيته كبير قوي ومكانه مش مظبوط، فقلت ارسم الايد بقى الاول، بعدين نشوف موضوع العود ده نحطه بعد كده. عندي بقى مشاعر مختلطة ما بين ان انا ارسمها زي ما هي، ارسم وشها زي ما هو بالتعبير ده وبالاسلوب الستايل ده، اني لا ارسمها بالستايل بتاعي انا. خلصت السكتش
وحطيت الشادو واللايت كده وفطرت، وعملت الاديت بتاع فيديو هنزله على انستجرام. هو فيديو طويل فما يعتبرش ريل. وقررت بقى اعمل قهوة واشوف كده، ابص على الواتساب حد بعت لي حاجة على موضوع الطباعة ولا لأ، علشان لو بعتوا حاجة اركز معاهم، لو ما بعتوش اكمل بقى تلوين السكتش اللي انا رسمته. بحب احط قرفة قوي على القهوة بتاعتي. القهوة بجيبها مطحونة فاتح سادة، بس انا بقى بحب احط عليها قرفة ومسمار قرنفل. خلصت تلوين الرسمة اللي انا كنت عايزة اخلصها، وبعد كده بصيت على الواتساب لقيتهم بعتولي فعلا وكلموني، فركزت معاهم بقى في موضوع الطباعة. تقريبا اخدنا حبة حلوين كده في الطباعة. وبس كده اسيبكم مع تايم لابس للرسمة بعد ما تلون. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب وتقولولي في الكومنت ايه الفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها تاني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.